السلام عليكم، معكم لي سافير دو كاري. اليوم جبت لكم القلب اللوز اللي هبلتوني عليه. ديريه لنا بالكاس، ديري لنا نصف الكمية، يعني 500 غرام. اليوم جبته لكم بالكاس وبالميزان ورطل تاع السميد. اولا عندنا سنيوة تاع اللي ترفد لنا رطل. سنيوة هذه فيها 30 على 24 سنتيم. نحكم السميد تاعي اللي هو 500 غرام، نحطه في السنيوة تاعي ونزربعه. يعني لازم يكون عندنا نيفو واحد كيما درنا الوصفة اللي من قبل تاع كيلو. فوالا هنا كيفاش نعرفوا باللي قلب اللوز راح يجينا مليح، يعني مستوي وماشي خشين وماشي رقيق بزاف. نكيلو بصبعنا. شوفوا البنات حتى يوصل الطفر تاعنا. والبنات ملاحظة مهمة جدا، ما يكونش عندكم ظفركم طويل. تقيسوا المهم ما يفوتش 1 سنتيمتر. فوالا واش نديرو هنايا؟ نعاودو نروحو نوزنو السميد تاعنا، نحطوه فوق الميزان ونتأكدو بلي عندنا 500 غرام اللي هما رطل. هادو اللي عندهم الميزان. دوك نكيلكم بالكاس وتشوفوا شحال راح يخرج لنا من الكاس. فوالا شوفوا هنايا عندي 500 غرام، يعني راهو سوا سوا. واش نديرو؟ نعاود نروح نكيلو بالكاس صحاب اللي ما عندهمش الميزان. وهذا هو سميد الحرش اللي نديرو به القلب اللوز. يعني ما تجيش تاع الباكيات تشريو تاع الميزان، راهو يجي سبيسيال تاع القلب اللوز. هنا نروح نكيل السميد تاعنا. شوفوا هذا الكاس الاولاني، الكاس الثاني، يعني هادو 500 غرام راني نكيل فيهم باش يكون في علمكم. نزيدو الكاس الثالث ونشوفوا لا يتعمر ولا لا. فوالا الكاس الثالث، ونزيدو الكاس الرابع. وما راحش يجينا كاس معمر، يعني كاس غير ربع. كي تبداو تكيلو تشوفوه فايت النص. هادو هما الكيل تاع السميد، يعني تلت كيسان والكاس غير ربع. نزيدو رشة الملح لتعديل الذوق. هنا نروحو نوزنو السكر ديالنا اللي هو 375 غرام. على صحاب الميزان، هذا هو الميزان ديالو. هنا نروحو نوزنو بالكاس. نديرو الكاس في الغيسيبيون تاعنا ونبداو نعمرو فيه. يعني هذا الكاس الاول ونزيدو نكملو الباقيه. الكاس الدوزيام خدالي كاس موان ان دوا، يعني كاس غير صباح. شوفوا هاوليك هنا ندير صبعي وتشوفوا، يعني موان ان دوا. هذا هو الكيل تاع القلب اللوز تاع 500 غرام، يعني تاع رطل. سنيوة تاع 24 على 30. فوالا هاد المرحلة نخلطو مليح السكر مع السميد ونحكوه بين يدينا حتى يتخلط لنا تماما. وهاد قلت لكم هاد القلب اللوز اقتصادي، ما فيه ني سمن ني زيت ني مارغرين، يعني تاع المحلات. كما قلت لكم في الفيديو قبل هذا تاع عمي حسن، هو اللي مدلي هاد الوصفة، وانا نقول له بارك الله فيك في ميزان حسناتك. فوالا هنا شوفوا عندي كاس تاع الماء ونبدا نرش فيه، يعني نشمخو هكذا غير بالعقل، ما تكبوش ضربه واحده باسكو ما راحش ياخذ لكم كاس كامل. شوفوا كيفاش راني نفتل فيه كي الطعام ونشوف الا نزيد ولا ما نزيد. جامي تكبوا الماء دفعه واحده راحين تنخدعوا فيه. كما تعرفوا السميد بالخف يتشمخ وتحصلوه من بعد. شوفوا كي تمسوه بيديكم يتفتت كي شغل طعام. شوفوا شحال كلالي كلالي نص كاس تاع الماء. هنا نغطيه ونخليوه يبات، يعني ضروري يبات البنات باش هذاك السكر يذوب معانا. هنا نروحو نخدمو الشربات. عندي هنايا 375 غرام تاع السكر صحاب الميزان. فوالا راني وزنت لكم. وهنا نروحو نديرو في الكاس، نعمرو الكاس الاولاني والكاس الدوزيام. يعني كاس الدوزيام راح يجينا كاس موان ان دوا، يعني كاس معمر وكاس موان ان دوا. راني نهضر ونعاود البنات هكذا باش تفهموني، وسمحوا لي لا هضرت بزاف باسكو في مصلحتكم هكذا باش تفهموا مليح مليح. فوالا شوفوا كيفاش تعمر هذاك الكاس. هنا نروحو نضيفوا له ريتله تاع الماء. نزيد نكيلها لكم بالكاس، سورتو اللي ما عندهمش المكيال هذايا. شوفوا الكاس الاولاني، نزيدو الثاني
الثالث والرابع. وهنا عندي 4 كاس، يعني 4 كيسان وربع. هذا هو الكيل تاعو. هنا عندي 1 غرام تاع الشب. وكاين اسئله بزاف جاوني على الشب، قالوا لي واش يدير، راح يخلي لكم الشربات ما تتسكرش. نحطها فوق النار غير ترفد الغليه تاعها، طفيو لها. واللي يحبها شويه عاقده يخليها من 10 الى 20 دقيقه فوق النار، يعني وطفيو لها. واللي يحبها خفيفه غير ترفد الغليه يطفي لها. هنا عندي اللوز هذاك اللي رشقوه من الفوق، نديروه في المزهر واحد نص ساعة ولا 2 سوايع ولا يبات، باش كي نحطوه في الفور ما يتنحرقناش. ومن بعد نفهمكم البنات كي نوليو لهذيك المرحلة. بعد ما بات لنا، شوفوا القلب اللوز هاوليك، احنا نصيبوه هنا شوية تحجر السنة، يعني يبسلنا شوية. كيفاش نديرو؟ نحكوه بين يدينا هكذا، نحلوه كامل فوالا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نحطوه في البيتخا. البنات اللي ما عندهاش بيتخا تقدر دير هاد العمليه بيدك، يعني ما كاش كامل مشكل. انا مورفه نديرو بيدي. اليوم برك حبيت نخفف على روحي، درتو في البيتخا. فوالا نحطوه في الطاس كيما راكم تشوفوا، ونركبو هذاك الكا ولا الكروشي كيما تحبوا. فوالا هاوليك الكروشي. هنا عندي كاس تاع الماء ونبدا نرش فيه حتى نتحصلوا على القوام اللي رانا نحوسوا عليه، يعني ما راحش يجينا عجين، ما راحش يجينا يتفتت، يعني كي نكوره في يدينا راح يتلم لنا كيما المقروط. فوالا هنا يخصو الماء. نزيد في هذه المرحله اخدالي 4 كاس تاع الماء، يعني باش يكون في علمكم، من الاول نص كاس والدوزيام خدالي 4 كاس. شوفوا هذيك لا تيكستور، يعني كي نطموه في يدينا راح ينطم لنا كيما المقروط سوا. هنا عندي شويه مكسرات. انا درت جوز ولوز، تحبوا ديروه بالكاوكاو ديروا. انا درت 100 غرام وجوزتهم في الروبو، يعني كونكاسي، ما درتهمش منغودين. زدت كميه تاع لاباط تاع القلب اللوز، يعني واحد 2 مغارف ومغرفه كاكاو. وراني نرش فيه بالماء باش نتحصلوا يعني لا ميم تيكستور تاع العجينه، يعني باش ما تكونش عندنا اختلاف بين العجينه ولا فارس. فوالا دهنت السنيوه تاعي بشويه زيت شويه سمن، وراني نحط في قلب اللوز تاعنا. يعني درت كميه تاع لاباط ودرت كميه تاع لا فارس فوقها وكميه تاع لاباط. شوفوا هذيك الخدمه كيفاش تجينا سهله. ونبدا نضمي فيه بيدي هكذا براحه اليد، فوالا يجينا ساهل ماهل. ومن بعد نضاميه بلاكوبات باش نتحصلوا على وجه يكون شباب ونيفو واحد. هنايا ندوب 2 مغارف تاع السمن ونبدا ندهن في السنيوه تاعنا كامل هكذا في القلب اللوز، ونطراسيه برك هكذا باش نرشق هذاك اللوز تاعنا اللي قلت لكم ضروري تبيتوه في المزهر ولا في الماء، يعني باش ما يتنحرقناش في الفوغ. ندوه للفوغ، ديجا الفوغ شعلته 20 دقيقه قبل الطياب. فوالا درتو على 200 درجة. شوفوا البنات هنا بعد ما راهو طاب لي نص طياب، شوفوا لي كوتي كيفاش حماروا لي. هنا نطفي من التحت ونشعل من الفوق، يعني شوفوا راني نوريكم كامل المراحل اللي راهو يجوز عليهم. فوالا وسمحوا لي جريت الفيديو هكذا باش ما جيناش طويل. هنا نطفي من التحت ونشعل من الفوق هكذا كامل. سقسيتوني كيفاش الفوغ، فوالا راني نوريلكم. في هذه المرحله نروح للشربات تاعي ندير لها 4 بوشون تاع ليكستري تاع المزهر. اللي ما عندهاش ليكستري دير 4 كاس تاع المزهر. فوالا هو سخون نشربوه بالشربات تكون بارده، ردوا بالكم ديروها سخونه راح يتعجن لكم. شوفوا شربوه التشريبه الاولى فوالا حتى يعوم. هاكو تشوفوا البنات بالخف راح يشرب لكم، ومن بعد زيدوا 10 دقائق وزيدوا شربوه. ولا تحبوا تردوه للفوغ وهو طافي، ردوه باش يشرب لكم بالخف، سينو خلوه فوق لو بلان دو طرافاي حتى يشرب لكم. في هذه المرحله نبدا نقسم فيه. فوالا البنات انا ما خليتوش يريح، يعني باش نصور الفيديو 10. شوفوا هنا 10 دقائق برك، شوفوا كيفاش بدا يطرى لنا. نتوما خلوه يبات، خلوه يريح وقسموه، باسكو راح يتفتت لكم وما راحش يعطيكم نتيجه مليحه. انا شوفوا 10 دقائق وراني نقسم فيه وهكذاك وعطاني نتيجه ما شاء الله. وشنو انا غد من داك كي بات لي صبح لي معلك جاني ما شاء الله. كاين بزاف يطيحوا في الغلطات، نتم يبداو يقسموا فيه ومن بعد يقول لك جاني يتفتت، جاني يتشقق، جاني كدا جاني كدا.
ألوغ نتوما أعطيولو حقّه في التشراب وفي الراحة ديالو، باسكو قد ما يريّح قد ما يعطيكم نتيجة شابة. شوفوا أنا يعني ميم با ما شربش مليح، شوفوا الشربات كيفاش راهي تعوم لتحت. وهاد النصائح لازم تحطوهم في عين الاعتبار باش ينجح لكم القلب اللوز. فوالا هاي ليك النتيجة، إن شاء الله يكون عجبكم. وماذا بيا تجربوه، ما تتسرعوش فيه البنات، اعطيولو حقه في المبات، اعطيولو حقه في الشربات. يعني ماشي تمتم ديرولو شربات وتحبوا تاكلوا منه، لازم على الاقل 6 سوايع. هنا نروح نوريكم كيفاش جا. هنا بعد ما بات لي الغد من داك، شوفوا هذاك التعلك اللي جا فيه. يعني واش نقول لكم، اللي قالوا لي ما فيهش السمن ما فيهش المزهر، جاني ما شاء الله. جربوه وعلى ضمانتي وضمانت عمي حسن اللي يعطيه الصحة على هاد الوصفة. ولحقنا نهاية الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم بقيتكم السلامة.